بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين آمين. ازيكم حبايب قلبي في كل مكان؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده ان شاء الله مع بعضينا عاملين غدانا النهارده سمك بالتتبيله الحلوه بتاعتنا، مقلي زي ما حضراتكم شايفين، ومعانا برضو روتين بسيط مكملين بيه الفيديو. التتبيله بتاعتنا الحلوه ان شاء الله احنا عملناها مع بعضينا كذا مره. بنتبل السمك بتاعنا النهارده زي ما انتم شايفين بالتتبيله الحلوه بتاعتنا اللي احنا تبلناها مع بعض قبل عن كده كذا مره. وهي مكونه من ايه؟ توم مفروم زي ما انتم شايفين، رشه من الزعتر، كزبره، كمون، طبعا كله ده بودر، شطه، كركم او كاري زي ما تحبي، بهارات سمك او اي بهارات انت تحبي تحطيها حطيها، اي توابل يعني عندك تحبي تحطيها حطيها. انا بحط عامه على طول في السمك عندي اللي هو الكزبره والزعتر والكركم او الكاري والفلفل الاسمر، اكيد الكمون يعني، والملح طبعا تحبي زي ما انت تحبي تحطي الملح اللي انت عايزه تحيجيه، تحبي حياجه يعني تحيجيه زي ما انت عايزه بالظبط. انا تبلته بالتتبيله الحلوه بتاعتنا دي، بتبقى ريحتها بمنتهى الروعه والحلاوه. وبشكل مباشر على طول بعد ما انا بقليه بعصر عليه العصير الليمون هو سخن، وبديله رشة كزبرة ناشفة، بيبقى يعني احلى واطعم من اللي هو المشوي في المطاعم او المحلات اللي هي ايه الفخمة دي اللي بتبيع بالمبالغ العالية. هو بيبقى احلى واطعم منها. ده السمك اللي انا بعمله ان شاء الله يعجبكم. لو عجبكم حطوا اللايك والاشتراك في القناة، ما تنسوش صلوا على حبيبنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. انا هعمل روتين بسيط عندي، وبعد كده انا هاجل السمك ده واوريه لكم ان شاء الله. هبدره بالدقيق وبعد كده اوريه لكم هو ايه مجلي وجاهز، بيبقى بمنتهى الروعة والحلاوة والريحة الحلوة ما شاء الله، يعني بتجيب اخر الدنيا. هنأكل الطيور مع بعض، بلالهم عيش زي ما انتم شايفين، وبعد كده انا هرش عليه رشة شامي ابيض مدشوش مش اصفر، ابيض، ذرة ابيض وردة، وكله ده هلته ببعضيه وهرميه عندي للطيور اللي هي ايه سامعين صوتها طبعا جعانة عايزة ايه اغديها. وبرضه هنحطه مع بعضينا الاكل يعني والمية للطيور ان شاء الله. الفيديو بتاعنا يعجبكم.
طبعا كله ده اكل للطيور. دلوقتي هنحط الحمام مع بعضينا الغدا. بحط له حبوب، ياكل دايما حبوب، وفتافيت عيش بسيطة يعني كده. حطينا مع بعض الحمام يتغدى، نحط الباقي الطيور. طبعا زي ما انتم شايفين الطيور كلها جعانة وعايزة تاكل، هنحطها لها مع بعض الأكل وبعدين احنا هنروح نحضر غدانا بقى. زي ما شفتم احنا غدينا الطيور مع بعض علشان كانوا جعانين، واحنا صورنا معاكم الفيديو منتهى التلقائية والبساطة. اتمنى يا رب ان هو يعجبكم. دلوقتي بقى هنعمل غدانا احنا. السمك اللي احنا تبلناه بالتتبيلة الحلوة بتاعتنا هبدره بالدقيق وبعد كده اقليه وهوريهولكم بعد ما يتقلي ان شاء الله. جربنا نخلص نعمل السمك بالدقيق عشان يديله طبقة خارجية مقرمشة. احنا بنحبه بالطريقة دي بصراحة يعني. ما تنسوش هو سخن بعد ما نطلعه من القلي يعني نطلعه من الطاسة على طول
رش عليه رشة كزبرة مفرومة ناشفة، نعصر عليه الليمون، يبقى في منتهى الحلاوة. مفيش بعد كده يعني. كده بدرنا السمك بتاعنا، الكمية كلها عملناها، فاضل ان احنا نقليه بقى في الطاسة، ولما نقليه ان شاء الله هدور لكم اخر حلاوة. متنسوش تصلوا على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. وفي نهاية الفيديو بتاعنا خلصنا السمك زي ما انتم شايفين، قليناه منتهى الروعة والحلاوة والطعامة والجمال. جربوه مش هتنسوا ابدا، احلى من سمك المحلات وريحته جايبة اخر الدنيا. بالهنا ان شاء الله على كل اللي ياكل منه يا رب ويشوف. هنقدمه ان شاء الله مع نوعين من العيش على حسب رغبة اي حد ما يحب ياكل من اي نوع منه، عيش البلدي بتاعنا او المصري يعني طابونة. قدمنا الفيديو بتاعنا النهاردة منتهى السهولة والبساطة والتلقائية، ان شاء الله يعجبكم ونول رضاكم. لو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة فضلا وليس امرا. احبكم في الله جميعا واتمنى لكم كل خير يا رب. صلوا على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.